رونالدو سبب العلة، وأنانيته دمرت الفريق. وآخر مباراة دمرت حلم النصر إنه يربح كل البطولات الموسم هذا. وجماهير النصر علقت اللوم على رونالدو اللي شافت إنه كان أناني، ووجوده ما شكل أي إضافة للفريق، وكان طماع بكل شيء بالذات الضربات الحرة اللي ولا استفاد منها النصر بشيء، وكله بسبب رونالدو وأنانيته. أما جماهير الاتحاد شايفة أن السبب الأول لخسارة النصر هو العبقري كونسيساو اللي قدر يهزم جيسوس تكتيكيا. يعني لا تعلقوا الموضوع على رونالدو، إن فريقكم كان مخنوق، والبرتغالي تحكم بالمباراة مثل ما يريد. وحتى وقت الطرد لما النصراوية شافوا انها فرصة لقلب المباراة، عبقرية البرتغالي وتبديله حرمتهم من فرحتهم. عشان كذا جماهير الاتحاد من ثالث مباراة تغنت فيه، لأنهم شايفين ان المدرب فعلا شغال صح ومطلع من اللاعبين كل امكانياتهم. واحسن دليل عوار اللي اخيرا بدا يقنع الجماهير، وبنزيما اللي بدا يرجع ويستعيد عافيته، وكله من تحت ايد الساحر كونسيساو. فبرايكم هل فعلا البرتغالي المدرب المناسب للعميد، ولا هي بدايات المحبة وبعدين تبان العيوب؟